المغرب تسمح فرنسا، إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمغرب، إلغاء صفقات التسليح بين فرنسا والمغرب، إلغاء مشروع القطار فائق السرعة من الدار البيضاء لمدينة أكادير المغربية، كان ستقوم به شركة فرنسية، ستقوم به الآن شركة صينية، شطب عدد من الشركات الفرنسية في البورصة. كلها أخبار سارة وجميلة، وبإذن الله وإن شاء الله نسمع الخبر الجميل والمفرح تماما، وهو إلغاء تدريس اللغة الفرنسية في المغرب تماما بإذن الله وإن شاء الله. وبإذن الله وإن شاء الله المشروع أيضا يستمر في الجزائر. هناك صراع فرنسي مغربي، وهناك صراع فرنسي أمريكي. أمريكا وفرنسا الآن يعني يتحاربان في أفريقيا، وأمريكا يعني بتساند الدول، بتساند المغرب، بتساند مالي، بتساند كل الدول التي تريد طرد فرنسا، وإحنا مستفيدين من هذا الصراع. فأهلا وسهلا بهذا الصراع ونحن مستفيدون. إحنا بنبحث عن مصالحنا ودورنا، نحن انتهازيون. لما هم يعملوا انتهازية يقول لك إيه؟ نحن أذكياء ونحن ننتهز الفرص. لما تيجي